ضاعت الكره وانطلق صعبه لصالح عناصر نادي الجيش. كره ثنائيه وخطيره والتسديده خطيره جول رائع. حمد الله عبد الرزاق يفتح مجال التسجيل لصالح عناصر نادي الجيش. دفاع العين ارتكب خطأ دفع ثمنه باهظا من تقريبا اخطر فرصة لعناصر نادي الجيش. يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة منذ انطلاقة الشوط الاول في اول فرصة واول كرة واول لقطة. عبد الرزاق حمد الله يفتح مجال التسجيل لصالح شوف الخطأ الفادح من هناك من محمد احمد. اخطفها عبد الرزاق استلمها راوغ من الاول فتح له الطريق وسدد بيمناه على يمين خالد عيسى. جول مقابل 0 للجيش امام العين. هكذا هي الفعاليه والا فلا بالنسبه لعناصر نادي الجيش القطري التي تستثمر في اول اخطاء دفاع نادي العين وتفتح مجال التسجيل بهدف يخلينا نشوف مباراه افضل واجمل واكثر اثاره. طبعا سيحاول الدفاع عن هذا الهدف نادي الجيش والبقاء في الخلف مثل ما بدأ المباراة. سنشاهد لعب هجومي كبير من جانب عناصر نادي العين التي تتحسر على تلقيها لهذا الهدف بهذا الشكل في هذا التوقيت أيضا.